أهلا بيكم. الأسبوع ده مليان أحداث كروية مهمة. هنتكلم النهاردة عن ماتش مصر وجنوب أفريقيا اللي الكل مستنيه، وكمان هنشوف إيه اللي بيحصل في ملف الصفقات عند الأهلي والزمالك. يلا بينا نبدأ على طول. طبعا أهم حاجة شغلة بالي الناس كلها الأسبوع ده هي ماتش المنتخب المصيري. والموضوع مش مجرد ماتش كورة وخلاص، لا، دي تعتبر حرب تكتيكية ونفسية قبل ما الحكم يصفر. خلونا نشوف الفراعنة بيجهزوا إزاي. زي ما بنقول ده مش ماتش عادي خالص، دي معركة بمعنى الكلمة على مين هياخد صدارة المجموعة. والمدربين الاتنين عارفين كويس قوي إن أي تفصيلة صغيرة، أي غلطة، ممكن هي اللي تخلص الماتش. مفيش أي مجال للصدفة هنا خالص. طيب إيه بقى خطة حسام حسن؟ اللي واضح قدامنا إنها خطة معمولة بالملي. يعني هو مش بيلعب بطريقة عادية وخلاص، لأ، هو مذاكر منتخب جنوب أفريقيا كويس جدا ومركز على نقط ضعفهم بالظبط. تركيزه على الكرات الثابتة ده مش من فراغ، معروف إن دفاعهم عنده مشكلة كبيرة فيها. وحتة الضغط على حارس المرمى دي حركة ذكية جدا عشان يستغلوا الكلام اللي بيتقال عن ثقته الزايدة بنفسه. والكلام ده بيورينا قد إيه الحرب النفسية شغالة. الصحافة هناك بتقول إن جنوب أفريقيا دايماً عقدة لمصر. حسام حسن بقى وإبراهيم حسن بياخدوا الكلام ده وبيستخدموه. بدل ما يكون ضغط على اللعيبة، بيحولوه لشحنة وطاقة. بيقولوا لهم شايفين بيقولوا إيه؟ الرد لازم يكون في الملعب. طيب، نيجي بقى لحالة اللعيبة المصابين، والحمد لله الأخبار كويسة. مصطفى محمد ومحمد حمدي بقوا جاهزين طبيا، وده معناه إيه؟ معناه إن حسام حسن معاه كل أسلحته الهجومية، ويقدر يختار التشكيلة اللي هو عايزها بأريحية ومرونة أكبر بكتير. بس في وسط كل التحضيرات دي للماتش، ظهرت فجأة حملة أو عاصفة إعلامية موجهة ضد حارس مصر الأول الكابتن محمد الشناوي. في ناس ومصادر إعلامية معينة بتركز قوي على الرقم ده: 18 جون دخلوا في الشناوي في 16 ماتش ضد فرق من جنوب أفريقيا. طبعا الهدف واضح جدا، محاولة لتشتيت تركيزه قبل ماتش بالصعوبة دي. لكن المهم هنا هو رد الفعل من جوه المنتخب نفسه. الرد كان قاطع وحاسم. الجهاز الفني واللعيبة كلهم واقفين في ظهر الشناوي. حسام حسن بنفسه طلع وأكد الشناوي واحد من أحسن حراس أفريقيا وهو حارسنا الأول. دعم كامل وغير مشروط، وده بيقفل الباب على أي محاولة للتأثير على الفريق. طيب نسيب المنتخب شوية ونروح لأخبار الأندية، ونبدأ مع بطل أفريقيا النادي الأهلي، ونشوف إيه اللي بيحصل في ملف الصفقات اللي شكله معقد السنة دي. دي خريطة لأهم اللعيبة اللي الأهلي بيفاوضهم. في أسماء المفاوضات لسه شغالة معاها زي بولولو، وفي أسماء تانية المفاوضات وقفت زي دوجلاس أوسو اللي ناديه كان طالب فلوس كتير. وهنا بقى بيظهر التحدي الكبير قدام الأهلي: إزاي يقوي الفريق بلعيبة جديدة وفي نفس الوقت يحافظ على سقف الرواتب وميزانية النادي. معادلة صعبة. وفي وسط كل ده، مارسيل كولر كان له حوار مهم جدا مع صحافة بلده في سويسرا، وكلامه بصراحة لخص كل حاجة. قال لو كنت حققت كل البطولات دي في أوروبا كنت هفضل في مكاني السنين، لكن في الأهلي الموضوع مختلف. لما بتكسب بطولة محد بيقولك مبروك، بيقولوا عايزين اللي بعدها. ده بيوريك حجم الضغط اللي مش بينتهي في النادي ده. جوه النادي نفسه في برضه قرارات مهمة بتتاخد. يعني مثلا كولر بنفسه وقف انتقال أحمد نبيل كوكا لنادي في البرتغال، شايف إنه محتاجه. في نفس الوقت ملفات تجديد عقود لعيبة مهمين زي حسين الشحات وأحمد عبد القادر لسه متجمدة ومستقبلهم مش واضح. طيب من الأهلي نروح للقطب الثاني، نادي الزمالك. وهنا الصورة مختلفة تماما. النادي بيواجه فترة صعبة جدا من الناحية المالية. المشكلة في الزمالك مش حاجة واحدة، هي سلسلة متصلة ببعضها. كل حاجة بتبدأ من الأزمة المالية، مفيش سيولة كافية. ده طبعا بيأثر على اللعيبة، فبتبدأ تظهر أخبار إن في لعيبة كتير ممكن يوصلوا ل6 عايزين يمشوا، ومنهم ناصر ماهر. وبعدين ده بيوصلنا لمشكلة تالتة، وهي أزمات تجديد العقود. أحمد حمدي مثلا رافض يجدد وعايز يتباع. شايفين إزاي المشاكل كلها ماسكة في بعض؟ بس رغم كل الصعوبات دي في أمل. الإدارة بتحاول تلاقي حلول بره الصندوق. في كلام جدي عن طرح أسهم النادي في البورصة، وفي صفقة أرض جديدة مساحتها 177 فدان ممكن تكون استثمار ضخم للمستقبل. يعني في محاولات لحل الأزمة من جذورها وتأمين مستقبل النادي ماديا. طيب عشان نختم، خلونا ناخد جولة سريعة على كام خبر مهم تاني على الساحة الأفريقية. الكاف فرض عقوبات قاسية على فريق الجيش الملكي المغربي، غرامة 100,000 دولار، والأهم حرمان من الجمهور لماتشين، وده طبعا بسبب الأحداث اللي حصلت في ماتشهم مع الأهلي. يعني هيضطروا يلعبوا ماتشات جاية مهمة من غير سلاح الجمهور. ونطلع برا إفريقيا شوية، خبر عالمي يخص الأسطورة ليونيل ميسي.
لأول مرة في تاريخه ميسي بيترشح لجائزة ملك الأمريكتين، وده اعتراف كبير جدا بالتأثير الفوري والضخم اللي عمله من ساعة ما راح يلعب في أمريكا الشمالية. كل ده بيرجعنا تاني للماتش الأهم، ماتش مصر وجنوب أفريقيا. اتكلمنا في التكتيك والضغط النفسي وكل حاجة، بس في الآخر الماتشات دي بتتحسم بالأهداف. السؤال دلوقتي، مين اللعيبة اللي عليهم العين إنهم ممكن يخلصوا الماتش ده ويسجلوا لمصر؟